ركزوا معايا بقى عشان ده احلى رز صياديه بالجمبري ممكن تاكلوه في حياتكم. جمبري مقرمش كده وطعمه تحفه مع رز بني كده مفلفل، بجد هتاكلوا صوابعكم وراه. ده نص كيلو من الجمبري هتبله بمعلقه صغيره من الثوم المفروم وملح وفلفل كمون وكزبره وكركم وشطه، كمان عصره ليمونتين كبار، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض كويس قوي وهنسيبه بقى على جنب. وفي حله على نار عاليه نحط فيها شويه زيت وهننزل بصلايه متقطعه مكعبات صغيره قوي او مفرومه في الكب، واول ما توصل للون احمر خفيف كده هنحط لها الثوم المفروم وفلفل حراق لو تحبوا، وهنكمل تقليب لحد ما البصلايه دي تتحمر خالص كده وتوصل للون ده. هننزل بقى كوبايتين من الرز المصري المغسول، ودي كانت اول مره اجرب فيها خلطه الرز الصياديه بتاعت شيفي ميكس، سهلت عليا جدا ما خلتنيش احط لا ملح ولا توابل، وطلعته بالظبط زي ما بعمله كل مره. شوحته شويه على النار، بعد كده حطيت له الميه المغليه، او لو عندكم بقى مرقه جمبري هيبقى احلى من كده بكتير. اول ما تشرب ميته هنوطي ونغطي لحد ما يستوي براحته، وفي نفس الوقت بقى هنجيب الجمبري وهنغلفه كويس بالدقيق وهنقليه في زيت غزير على نار متوسطه كده مايله للعاليه. مش هياخد تقريبا كده 7 دقايق على بعضهم، هيكون استوى ولونه بقى اورنج كده وبقى مقرمش. وبرده الرز كان خلاص استوى، وقدمته بقى بطريقه لذيذه قوي. جبت بوله وحطيت فيها شويه من الرز، وحطيت شويه جمبري كده صغير في النص، وبعد كده حطيت عليها رز تاني وقلبتها بقى على الطبق، وطلع بجد شكلها لذيذ قوي وهتنفع جدا في العزومات. وبس كده احنا خلاص خلصنا، بجد كان طعمه تحفه، لازم تجربوه.